السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي ديكور دارك حطة. اليوم حبيت نشارككم بعض الأفكار الجريئة والخارجة عن المألوف حول ترتيب الأثاث في ديارنا. كامل عندنا تصورات تقليدية على كيفاه لازم تكون الغرفة، لكن في هذا الفيديو راح نهضر لكم على كيفاه تخرجوا على قواعد وتتحصلوا على ديكور مميز وملفت. إذا كنتم مستعدين تغيروا نظرتكم وترتيب أثاث داركم بطريقة مبتكرة، خليكم معي حتى الآخر الفيديو. أولا فكروا في المساحة بطريقة مختلفة. كيفاش؟ في الديكور دائما نعمر الغرفة بأثاث كثير وزائد، لكن هذه الطريقة تخنق المساحة وتجعل الغرفة تظهر ضيقة. الحل هو التفكير في أهمية الفراغات والفضاءات. خلوا مسافات واسعة بين القطع الرئيسية وحاولوا تقسيم المساحة بذكاء. مش لازم تملوا كل الزوايا. مثلا غرفة معيشة فيها قطع أساسية فقط: كنبة، طاولة قهوة، كرسي جانبي، مع فراغات واضحة بين الأثاث تعطي شعور بالراحة والانسيابية. ثانيا نقطة التركيز غالطة، راكم تخسروا جمالية الغرفة بهذه الطريقة. التركيز دائما على التلفاز هو السبب في جعل التصميم ممل ورتيب. جربوا تحولوا نقطة التركيز لحاجة ثانية أكثر إبداعية، مثلا لوحة فنية كبيرة، نافذة أو بالكون يطل على منظر جميل، أو رفوف ديكور مميزة. تغيير نقطة التركيز يغير من طابع الغرفة بالكامل. ثالثا توزيع الآثاث. الجدران مش دايما هي الحل. في الغرفة المربعة حصر الآثاث على الجدران يخلي الوسط يبدو فارغ وما فيهش حياة. جربوا تحطوا بعض القطع في الوسط مثل طاولة قهوة ضخمة أو كنبة بشكل دائري. التوزيع المتمركز في الوسط يعطي حيوية وتوازن بصري مختلف. رابعا التوازن أو التمرد. بينما التوازن البصري مهم، كسر القواعد أحيانا يعطي لمسة شخصية جريئة. مثلا جربوا إدخال لون مغاير بالكامل في كرسي واحد، أو زيدوا سجادة بنقوش جريئة على حسب الألوان المتناسقة الموجودة في الغرفة. هذا النوع من الجرأة يعبر على شخصيتكم ويجذب الأنظار. خامسا إضاءة الغرفة. الضوء الخافت مش دايما رومانسي. الضوء الخافت غالبا يخلي الغرفة كئيبة. بدل ما يعطي جو رومانسي، حاولوا تخلقوا طبقات متعددة من الإضاءة: مصابيح أرضية، شمعات، وإضاءات ليد مخفية. هذه الأنواع من الإضاءة تعطي العمق والدفء في نفس الوقت. سادسا عكس العادة. الجدران البيضاء مش دايما أنيقة. الجدران البيضاء شائعة لأنها تعطي إحساس بالاتساع، لكن الألوان الجريئة هي اللي تضيف طاقة وحيوية للمكان. جربوا تدهنوا جدار واحد بلون قوي مثل الأزرق الداكن، أخضر الزمردي، أو حتى الأسود، وراح تشوفوا كيفاش الديكور يصبح أكثر جرأة وأناقة. هذو هما الأفكار اللي ممكن تغيروا بهم ترتيب أثاث داركم وتخلقوا مساحة تعكس شخصيتكم بطريقة غير تقليدية. من خلال بعض التغييرات البسيطة والمغامرات الجريئة في الديكور، تقدر الغرفة تتحول بالكامل وتولي مكان مريح وأنيق في نفس الوقت. ما تنسوش تخلوا لي تعليقاتكم وتقولوا لي وش من الأفكار عجبتكم أكثر. وكما دايما إذا عجبكم المحتوى ما تنسوش ديروا لي جيم وتشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد. نلقاكم في فيديو جديد بإذن الله. سلام.